يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا ومرحبا بلا عداد يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا ومرحبا بلا عداد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب جميع الذين حضروا في هذا المكان المسمى بالمشرف الصافي من المنبع الشافي للتبرك والتوسل والتدبر بقصائد الشيخ القديم. نهنئ جميع الذين يستمعون أو يشاهدون خارج المكان، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبت ويؤيد صاحب الفتوحات الشيخ محمد المنتقى مبكي مخلد الرائب والحليب حفظه الله ورعاه. اليوم نأخذ قصيدة اليمن. تستمعون أحيانا المريدون يقرؤون هذه القصيدة ويبدأون باليمن واليسر. قصيدة اليمن يدعو بها الفرق أحيانا في نهاية جلساتهم، وهي تتكون من 3 أبيات. البيت الأول يوضح فيها الشيخ بأن الأمر الخالص والسبيل القويم والأمر اليسير في قراءة القرآن. اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد. في البيت الثاني يبين لنا الشيخ أن جميع الأذكار أعظمها ذكر الواحد القهار الواحد الأحد، وذلك في قراءة القرآن، لأن الله تعالى هو الملك الكريم المكرم، قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد. وفي البيت الأخير يبين لنا الشيخ بأن من أمسك بالقرآن فقد فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سدد. نعرف في هذه القصيدة بأن القرآن الكريم أمر عظيم، وهي المعجزة الخالدة من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم نزوله بدل من أم الكتاب إلى اللوح المحفوظ، وذلك في 15 شعبان. يقول سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في سورة الدخان بأن القرآن الكريم نزل في 15 من شعبان. وقال أيضا بأن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وذلك أيضا حصل في ليلة القدر، لأن القرآن الكريم إذا لاحظنا في سورة القدر يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذا لاحظنا جميع الأشياء نعرف بأن القرآن يجب على جميع المسلمين أن يجتهدوا في قراءته، وخاصة في شهر رمضان المبارك. من كان يقرأ نصفا فليقرأ حزبا في شهر رمضان، ومن كان يقرأ حزبا فليقرأ 3 أحزاب في رمضان، ومن كان يقرأ أكثر من 3 أحزاب فليختم بالقرآن، لأن القرآن الكريم في شهر رمضان حماية وحفظ وأمن. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن يجب على كل مسلم، لا أقول المريدين ولكن جميع المريدون هم المسلمون، يجب على جميع المسلمين أن يجتهدوا في قراءة القرآن في شهر رمضان، وذلك ما كان يريد شيخنا الشيخ أحمد الخديم أي أن يبينه لنا في هذه القصيدة التي تتكون من 3 أبيات: اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد، قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد، فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سدد. إذن لضيق الوقت نعطي الميكروفون سيرين حسن بوك ليأتي معنا دوره ولكن باللغة الإنجليزية. إذن سيرين حسن بوك تفضل إلى الميكروفون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا ومرحبا بلا عداد. يا
بالبر